تخيل تصحى من النوم وتسمع صوت جواك بيقولك أنا اللي كنت صاحي مش أنت، وتلاقي إن في جريمة حصلت بس مش بإيدك ولا بوعيك. القصة دي مش فيلم، دي قصة حقيقية عن راجل قتل مراته وبعدها قال أنا ما كنتش موجود، النسخة التانية مني هي اللي قتلت. في مدينة صغيرة في تكساس كان في راجل اسمه ألان روبرتس، مدرس تاريخ، متجوز واحدة اسمها جوان وعندهم بنت صغيرة. كان شخص هادي ومحبوب مفيش عليه غبار، لحد ما جه صيف 1983 وحصلت حاجة محدش كان يتخيلها. ألان دخل البيت الساعة 2 بالليل، جوان كانت نايمة على السرير، وفجأة جاب مطرقة وضربها بيها على دماغها أكتر من 15 مرة، وبعدها راح لمركز الشرطة وقال للضابط بمنتهى الهدوء أنا قتلت جوان، أو بمعنى أصح النسخة التانية مني هي اللي قتلتها. الشرطة ما كانتش فاهمة حاجة، سألوه أنت بتتكلم عن مين؟ قال لهم أنا عندي نسخة تانية مني، بنعيش في نفس الجسم بس مش بنظهر في نفس الوقت. أنا لما بنام هو بيصحى، هو اللي بيكره مراتي، هو اللي كان شايف إنها خطر علينا مش أنا. في البداية الناس قالت ده بيهزر أو بيعمل نفسه مجنون، لكن لما دخل فحص نفسي كامل اتشخص بحالة نادرة جدا اسمها اضطراب الهوية الانفصامية. ببساطة جوه شخصيتين مختلفتين تماما، كل واحدة ليها طريقة كلام، تفكير ومشاعر. وفي حالة ألان الشخصية التانية كان اسمها مارك. في واحدة من جلسات العلاج وهو بيتكلم بصوت ألان فجأة نبرته اتغيرت، صوته بقى تقيل وبيتكلم بطريقة تانية خالص وقال أنا مارك، أنا اللي كنت صاحي لما جوان ماتت، هو ألان كان نايم وأنا كنت بحذركم بس محدش كان بيسمع. الدكاترة سجلوا اللحظة دي وبقت من أشهر المقاطع في تاريخ الطب النفسي. وهنا حصل الجدل الحقيقي، هو ألان اللي يتحاكم ولا مارك؟ طب لما هما الاتنين في نفس الجسم مين فيهم المسؤول؟ القاضي في الآخر قال هو مختل لكن مش بريء، واتحكم عليه يدخل مستشفى أمراض عقلية مدى الحياة. القضية دي تحولت لفيلم سنة 1991 اسمه The Three Faces of Evil، وفي مشهد بيقول الخطر مش في إنك مجنون، الخطر إنك تكون مش لوحدك جوه دماغك. يا ترى لو صحيت يوم من النوم ولقيت نفسك عملت حاجة ما تعرفش عنها حاجة بشعة، جريمة، هل ده معناه إن في حد تاني جواك؟ وهل تقدر تمنعه ولا هو اللي هيمسك الجسم المرة الجاية؟